لسه مخلص دلوقتي مسلسل أزمة نهاية العمر، وهو مسلسل معقد نفسيا، اللي هو مسلسل ليلى بتاع نيللي كريم الجزء الجديد. هو المسلسل بيحكي عن 4 شخصيات هما اللي قلبين المسلسل: عايدة رياض، وابنها كريم، ونيللي كريم، وابنها ياسين اللي هي طالعه بدور شيرين. ابن عايدة رياض عايز يتجوز نيللي كريم، وياسين ابن نيللي كريم مش موافق ان امه تتجوز، وده حقه. فابن عايدة رياض مستغرب ازاي ابنها مش عايزنا نتجوز امه. في نفس الوقت جه لامه عريس وهو مش موافق، ازاي امه تتجوز؟ يا ابني ما انت ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على غيرك. هو المسلسل شويه معقدين نفسيين كده قعدوا يخبطوا في بعض. هو طول المسلسل نفس القصه، ولكن كان في شخصيه هم ناسينها في المسلسل، اللي هي بنت نيللي كريم. هي بنت كان نفسها تطلع مضيفة طيران، وقعدت تحاول وتعمل بس مفيش اهتمام. يعني من الاخر رمينا على الرف. وطول المسلسل بقى ده الواد مش طايق اللي هو عاوز يتجوز امه، وهو مش طايق اللي عايز يتجوز امه. فهو مسلسل كده لعبكه جدا يعني. وفي نهايه المسلسل طبعا كأي نهايه مسلسل مصري احنا عارفينها، لو في عداوه في الاول بتبقى حب في الاخر، وخد يا كريم مخلل، وخد يا ياسين معرفش ايه، وانتهى المسلسل اللي هم عملوا فرح. انا بعيد عن اي حاجه، انا شايف ان الجزء ده جميل جدا زي نجاح الجزء التاني واكتر، ولكن الناس المعقده نفسيا اللي في المسلسل دول لازم يتغيروا. ويا ريت ما تعملوش المسلسلات من النوعيه دي تاني.